مساء الفل. انا بصراحه السنه دي مش ناوي احل حد هيتكلم في الاعلام الرياضي او هيقول اي كلام. بمعنى دلوقتي الناس كلها بتتكلم على شتيمه جماهير الزمالك لزيزو كان في ماتش سيراميكا. هل اللي جماهير الزمالك عملته ده مبرر او تقدر تتكلم اصلا تقول اصل مش عارف اصل هو عمل؟ مفيش حاجه تتقال كده. اللي جماهير الزمالك عملته غلط. مات الكلام، نقطه، ما فيهاش، ما تحورش ولا تلف وتدور ولا تكتر في الكلام. الفكره ان ليه لما كان شيكابالا بيتشتم اصل هو بيستفز، بس هو يستاهل. شيكابالا ما هو اصل انت مش شايف هو بيعمل ايه؟ انت ناسي إن لما كان رافع الجزمه؟ انت ناسي لما شتمكوا؟ هو انت بتبرر ليه ان انت بتشتم، او انت بتبرر ليه شتيمه اي حد لشيكابالا؟ ليه بتبرروا شتيمه جماهير النادي الاهلي لحسام حسن او صمت تام؟ هل اللي كان في المدرجات ده بيمثل جماهير النادي الاهلي؟ لا، ولكن اللي حصل من جماهير النادي الاهلي قدام حسام حسن لدرجه ان الواد اعتذر. يعتذر ليه؟ عشان راح عمل كده اللي هي احتفال مؤمن زكريا. الموضوع مريب، والله العظيم الموضوع غريب. لما رمضان صبحي كان اتشتم، يا سلام، الفيديو انتشر في ثانيه لشوبير. ما تحط قطنه في ودانك يا رمضان، ما تركز يا رمضان في الملعب، ازاي يا جدع؟ لا لا لا، جماهير الاهلي على فكره ما شتمتش بالاب ولا بالام. اما المفروض يشتموا بيه؟ طيب يعني يشتموا هو ده عادي؟ يعني هو ده بالنسبه لك عادي؟ في جماهير العالم كلها ده اللي هيطلع يتقال؟ على فكره الناس بتتشتم. ده الناس اللي حصل في فيجو ده كان بيرموا له خنزير على الارض، ده كانوا بيقولوا بيهددوه بالقتل. يا عم هو ده عادي؟ هو ده الطبيعي ان المفروض اللعيب يتهدد بالقتل؟ هو المفروض زي محمد صلاح يتعلق له دميه على مافيا ايطاليه، يتعلق له دميه على الكوبري انها تتشنق؟ يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ خلاصه الكلام، انا مش هطول عليك لان مفيش موضوع يتكلم عليه. بجد بجد والله العظيم المجتمع المصري بقى عقيم او غريب او فكره معقد. الغلط غلط حتى لو كل الناس بتقول عليه صح، والصح صح حتى لو كل الناس بتقول عليه غلط. سلام، واشوفك في ماتشات حاجه الواحد يتكلم عليها. سلام.